نحكيو على الاوروب، عندنا برشا ملاعبيه في الاوروب اعمارهم صغار في العمر ويحبوا تونس ويحبوا يجيوا لتونس ويكونوا ان شاء الله مشاريع لملاعبيه كبار في تونس وفي المنتخب الوطني التونسي. اخترنا انه يكون عندنا فقره مخصصه للملاعبيه هذوما اللي في المهجر. علاش لا؟ باش نعرفوا بهم للجمهور التونسي، نعطيهم فرصه زاد هما باش يعرفهم الجمهور التونسي ويعرفوا برواحهم ويكونوا علاش لا نهار من نهارات ملاعبيه كبار ومواهب يساعدوا ويساهموا في تطور كره القدم التونسيه ورقي النتائج نتاع المنتخبات الوطنيه نتاعنا. اخترنا اسم للروبريك هذا باش تكون مره في الجمعتين يا سيدي، كل مره في الجمعتين ناخذوا ملاعبيه نحكيوا عليهم في فورم سكاوت. لو سكاوت. هاي بابا مرحبا كيف كيف لو سكاوت فورم سكاوت اسكندري. مرحبا بك. به واحده من الفقرات اللي نعتزوا بها برشا انا وياك، خاطر عندنا معها تاريخ الحقيقه. عملناو كي جربنا التجربه نلقاو جوارات يلعبوا في الكيب ناسيونال اليوم، نلقاو جوارات مشات ليكيبات من بينهم بلال السحلي حكينا عليه، من بينهم ملاعبيه اخرين حكينا عليهم كيف ريان النصراوي زاد كيف المنتخب الوطني التونسي. فما زاد الحارس المرمى دريس وتوماس حكينا معاهم عليه. برشا ملاعبيه ظهروا. هو راهو المجهود يلزموا نشكروا برشا لي تالون تونيزيان ماهمش ولاد اليوم، عندهم 7 سنين موجودين من 2016، موجودين على تو لي سيبور نتاع لي ريزو سوسيو سواء فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات، عاملينه على خاطر الدول العربيه زاد كيف تحيه لهم الكل ولاد مجهود كبير برشا موجودين بارتو في الاوروب. 9 من الناس الخدمه ذيك كل يخدموا فيها 9 من الناس متوفرين ب5 ولا 6 لغات، برشا لغات عربي فرنسي ايطاليان اسبانيول بورتوغي هولندي. الخدمه اللي يخدموا فيها الكل الهدف منها هو الرفع من رايه كره القدم التونسيه واكتشاف المواهب، وخاصه برشا مواهب كانوا باش يتفكونا غراسا لي تالون تونيزيان والتحركات نتاعهم اللي عملوها على الريزو سوسيو جاونا لتونس. نحب نحييهم الكل ليكيب كامله وشكرا لهم هذوما الناس اللي يعاونوا ويساعدوا يمدوا يد المساعده من غير ما ينتظروا حتى مقابل. يفرحنا ان نكون ديما موجودين معنا في الشراكه هذه، شراكه تتواصل ان شاء الله على كامل الموسم. اليوم عندنا زوج ملاعبيه وبمناسبه مقابل تونس وبوتسوانا نحبوا ناخذوا فكره على لاعب المنتخب انس الحاج محمد الموجود في المنتخب الوطني التونسي في القائمه، ان شاء الله نشوفه يلعب اليوم، لكن فكره على الملاعب هذه قبل ما نشوفه على الميدان. به انس حاج محمد المركز نتاعو هو مهاجم وهمي، مواليد 26 مارس 2005 في بلاد قريبه برشا البسكاره. ابوه اصيل منطقه الرواذي من معتمديه بومرداس ولايه المهديه، او كان جابوا لنا الاصل كامل، وامه مغربيه. وهنا الاشكال اللي صار اللاعب هذا يتمتع بخصال هجوميه كبيره برشا. الموسم اللي تعدى مع فريق بارما تحت 19 سنه سور كلاسي الملاعب راهو وصل يلعب في 19 موان 19 في سور كلاسي فسرها معناها عمره اقل من الكاتيجوري اللي يلعب فيها، من الكاتيجوري نتاع الكاتيجوري نتاع 21 20 جونيور يلعب سبور. خليفه العباد اللي عملنا في بريمافيرا لعب 32 مباراه فلته 32 مباراه، سجل خلالها 15 هدف وعمل 6 اسيست. سي وليد الهيشري التألق هذا خلى كونه المدرب نتاع بارما فابيو بيكيا يجي في جويليا اللي فات يخليه يعمل بري سيزون ما قبل الموسم مع فريق الاكابر. كان حاضر في 4 مباريات وديه، وكان حاضر في 4 مباريات زاد من البطوله الموسم هذا في البريمافيرا. بعد كما قلنا صحح كونترات 3 سنين مع الفريق الاول نتاع بارما. لهنا في افريل 2022 يتلقى دعوه لتمثيل المنتخب الايطالي لاقل من 17 سنه في المرحله النهائيه لتصفيات كاس اوروبا. كيف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حاولت تستقطبه في مارس 2023، شارك في تربص تحت 20 سنة، ما وقفوش لهنا. وقت اللي لقاوه متردد برشا حبوا حتى يزيدوا يطمعوه بلغتنا احنا، قالوا له اجا ما تلعبش مع الاقل من 20 سنه، العب مع الاقل من 23 سنه في كاس افريقيا للامم اللي تعملت الاخيره. ولكن في شهر مارس اللي فات بعد صراع كبير، صراع سبورتيف ما بين ايطاليا المغرب وتونس، كلهم حبوا ياخذوا انس اختار المنتخب الوطني التونسي، اختار العلم نتاع تونس بالرغم من محاوله المغرب كما قلنا اللي حاولت تغريه. وكما قلنا وقتها زاد كان مشالو منتصر روحيشي هو اللي تحول لايطاليا خصيصا اللي هو في شهر افريل 2023 وحكى معاه واعجب برشا بخدم وقتها منتصر روحيشي كان مدرب المنتخب الوطني التونسي للاواسط اللي شارك في كاس العالم. حبوا يجيبوا للكوب دي موند نتاع اقل من 20 سنه حسب اصدقائنا في لي تالون تونيزيان ما خلاتوش ليكيب نتاعو يجي اسكندر. ومهم هاو جي ديجا موجود ملاعبي في بارما من ابرز المواهب، نصور اكثر واحد اثر عليه الوالد نتاعو، تحيه ليه اللي عاون برشا وداز برشا باش وده يكون موجود بقميص المنتخب الوطني التونسي. ريناه يتكلم في فيديو هبطت على الصفحه الرسميه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، محليه تفل قداش يعمل في فور، يحب يتكلم بالتونسي ويحب يعدي الميساج نتاعو بالتونسي. منهم كلمه قال انا كنت نحلم قبل، مش نحلم، كنت
كنت نتفرج في يوسف المساكني في التلفزه اليوم، نلقى روحي بحذاه نكور انا وياه بفرد مريول تونس وعلم تونس. حاجه تشرف برشا يكونوا عندنا ملاعبيه كيما هذوما، تسمع بارما، تسمع مانشستر يونايتد، تسمع فرانكفورت. اليوم عندنا برشا ان شاء الله جايين، وان شاء الله في رقه كبيره من اوروبا. غدوه في الايامات ينجموا يعملوا زاد طلع حمزه وكان في يوبي زاد. نحكي على الفرق الكبيره سورتو ان شاء الله نحبهم في تونس مهم ياسر. فوالا كيجيو مش جاونا قبل يوهان بن علوان وشخصيا لعبت معنا مع برشا ملاعبيه وما نحبهمش في تونس. ان شاء الله يا ربي. هما هذم ديجا فما خطوه انه يحبوهم في تونس، جابوهم ديريكت في ليكيب بورتون عمار. فوالا قبيله كان يحكيوا على طمعوهم بال 18 و19 ديريكتومون اخر حتى. المشكله اسكندر في مازال ملاعبيه ياخر جوست المشكله في الملاعبيه من العمر هذا راهو لا كونفيرماسيون ولا معناتها ضمان التطور في المستوى. علاش فما احصائيه خرجت تقول لك 100% من الملاعبيه اللي ديتكتيوهم من 14 سنه فاقل ما يدخلوش السونتر دو فورماسيون بعد، و60% من الملاعبيه ديتكتيوهم من 16 فوقهم يدخلوا السونتر دو فورماسيون. دونك راهو فما دي ديتاي صغار يحكموا، مش كان معناتها لي كاليتي تكنيك هكا في وقتها في المومون هذاك، فما دي ديتاي تريز امبورطون يحكموا في انه الملاعبي يوصل من بعد ولا ما يوصلش مالغري اللي يكون طالون هو صغير. هذا اللاعب باش يكون موجود ان شاء الله اليوم نتفرجوا فيه حتى لبعض الدقائق ان شاء الله يعطينا الفرصه. سكي سيور باش يلعب ان شاء الله. هي ولا غارونتير ان شاء الله نشوفوه على الاقل. خلينا نتمتعوا شويه بالفنيات نتاعو، خاطر سمعنا برشا على فنيات اللاعب هذايا انس الحاج محمد. يوسف اليحيوي اصغر شويه في العمر، 18 سنه ملاعبي من المواهب الموجوده خارج تونس. وعلاش لا زاد يكون موجود معنا في المنتخبات الوطنيه. يوسف مواليد 2005 اصيل مدينه الكيف، وكان يلعب في فولهام ومشى للكوينز بارك رانجرز. في فولهام كان يلعب متوسط ميدان هجومي ودفاعي، دفاعي وهجومي، من بعد ولا قلب هجوم. فريمون الي ان اكسيلون دريبلور، معناها يدريبلي برشا بالكره، بالو بي قوي برشا الطفل هذايا. يوسف اليحيوي تبارك الله عليه. ما احنا كي نستنسوا بيه ندخلوه في لغتنا ونقولوا الطفل هذا باش يعرف لا نحبوه برشا. دونك وعنده القوه في التصويبات والتسديدات، وكيف كيف زاد كان تألق الموسم هذا ولعب مع كوينز بارك رانجرز المباريات الاولى، 4 مباريات اساسي في انجلترا. وكيف كيف زاد يدرب ديما بانتظام مع الفريق الثاني. لي تالون تونيزيان ديما في تواصل مع اللاعب هذايا، واللاعب هذايا قال مرة نحب برشا تونس، ان شاء الله يجي نهار ونلقاه في المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله. بارك الله فيك، يعطيك الصحه احمد لو سكاوت. كما قلنا كل جمعتين نكتشفوا مواهب تونسيه ناشطه في البطولات الاوروبيه والبطولات حتى ممكن اخرى، كما علاش لا تكون في امريكا الجنوبيه، في نعرفش انا في اسيا اليابان ولا غيره، ما نعرفش. ان توكا في كل مره تكتشفوا مواهب تونسيه قادره ان شاء الله تكون موجوده مع المنتخبات الوطنيه التونسيه وتعطي الاضافه بحول الله.